شباك يطلعها امامنا كريم حجي وما زالت الفرصه، ولكن هنا امامنا الراسيه ومحاوله وهدف العوده، هدف العوده عن طريق اللاعب حسين خارجه. هل فيها تسلل؟ اللقطه الماضيه على احمد القنطاري، لكن امامنا هنا بيسجل هدف تقليص النتيجه. حسين خارجه يسجل لمنتخب المغرب طبعا هدف العوده للقاء. الوقت المتبقي ما زال في المباراه بقيه، ما زال في العمر بقيه طالما هناك اصرار وانذار بالنصيب. اللاعب عمار الاشمال امامنا في هذه اللقطه. شوف الاعاده مره ثانيه، شوف الاعاده. هل في تسلل؟ هل في تسلل؟ في تسلل. ادي امامنا احمد القنطاري، شوف امامنا القنطاري، هي بقى المعيار لحظه لعب الكره والمساعد تعدي منه، وامامنا هنا القنطاري يريح كره لحسين خارجه، وحسين خارجه امامنا يضع الكره. هدفه الدولي السابع امامنا هنا حسين خارجه يقلص النتيجه، تبقى 2-1 في لقاء ممتع وثواني ودقائق متبقيه. بقى نعد الثواني في الدقائق المتبقيه لان اللقاء حتى الان